بمعلقة دقيق واحدة هتعملي كل يوم فطير مشلتت بطريقة عبقرية ومميزة وبطريقة توريق جديدة. هعملك الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة خالص، ومن نص كيلو دقيق هنعمل كمية حلوة من الفطير المشلتت. تابعي معايا الفيديو وشوفي ازاي عملنا بمعلقة الدقيق عملنا الفطير المشلتت. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفيني ياريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على مكونات الفطير المشلتت اللي هو بمعلقة دقيق واحدة. بص معايا يا ست الكل، قصتنا النهاردة الفطير المشلتت بنص كيلو دقيق وبمعلقة دقيق واحدة. اول حاجة معايا ايه؟ معايا هنا بولة حطيت فيها كوباية مية وحطيت معلقة سكر صغيرة ونص معلقة ملح. ظبطت الملح وظبطت السكر بتاعي. هنحط نص كيلو دقيق وهنسيب معلقة الدقيق اللي احنا هنعمل بيها الفطير المشلتت. بس كده وهنعجن يا ست الكل. عجيني بقى، عجيني ما يهمكيش، زي ما انت عارفة واكيد شفتي فيديوهات كتير انك لازم تعجني. بس احنا بنسيب ليه مرحلة العجن يا جماعة؟ عشان ما تقولوش احنا شفناها قبل كده، لا، في ناس بتبقى جديدة على القناة فهم بيحبوا يشوفوا الطريقة ايه من اولها. هو ده سبب اني لازم نجيب مرحلة العجن. انا كده عجنته هريحه 5 دقايق. شايفين بعد التريح يا جماعة تحفة. طبعا احنا في الصيف الفطير بيختلف عن الصيف عن الشتاء. هنا العجينة مش عايزاها ملزقة، هي ملزقة، شايفينها حاسينها ملزقة في ايدي بس عشان ايدي ايه مبلولة. بس انا مش عايزاها ملزقة خالص في الصيف. لو في الشتاء ماشي ممكن نسيب فيها سن التلزيقة او تبقى طرية معانا شوية، لكن في الصيف انا عايزاها تبقى ايه متماسكة شوية، ما يبقاش فيها تلزيقة خالص في ايدنا، عايزينها طرية بس مش ملزقة. انا خدت كوباية ونص، يعني اقل من نص يا جماعة، على حسب نوع الدقيق. ممكن ياخد معاكي كوباية ونص وممكن ياخد اقل من كوباية ونص على حسب نوع الدقيق. انتوا شايفينها ملزقة بس هي مش ملزقة، بس عشان ايه؟ ايدي مبلولة. علشان تبقى العجينة تتظبط معاكي كويس، ما تخليش العجينة ملزقة في الصيف. انا بتكلم على الصيف مش عن الشتاء. بس كده انا هكور النص كيلو زي ما انتوا شايفين. انا هعمله 12 كورة، وممكن يعمل معاكي 20 كورة. لو عمل معاكي 20 كورة صغيرين زي الليمونة الصغيرة هيعمل معاكي 12 فطيرة. لكن انا عملتهم 12، كبرت شوية يعني اكبر من البيضة كمان بشوية. هيعملوا معايا 6 فطاير. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده انا ايه حطيتهم في الصينية وهسيبهم يريحوا. لازم في المرحلة دي الفطير يريح يا جماعة. ريحيه نص ساعة في الصيف ما فيش اي مشكلة، في الشتاء ريحيه ساعتين ان شاء الله 3 ما فيش مشكلة. تعالوا نشوف سر معلقة الدقيق. انا جبت معلقة الدقيق وعلى الزبدة زي ما انتوا شايفين. دي زبدة فرن او كريستال، اي نوع زبدة يا جماعة. لو سمنة برضو ماشي ما فيش مشكلة. وحطيت لها ايه شوية سكر. انا حطيت معلقة الدقيق وحرفيا يا جماعة الفطير المشلتت مش هتغير معاكي لونه ولا هتغير معاكي طعمه. بصراحة ادى التوريقة ممتازة. حطيت شوية زيت مع السمنة بس كده تمام. انا حطيت معلقة الدقيق على السمنة يا جماعة، وتعالوا شوفوا النتيجة معايا في الفطير المشلتت. طلع تحفة وحكاية. كده العجين معايا ريح. هنا انا شلت طبعا ايه المفرش اللي انا حطاه وجبت شوية خل هغسل ايه الرخامة بتاعتي. عشان انتم ممكن هتقولوا انت جايبانا هتغسلي لنا الرخامة. طبعا لازم اوريكم احنا بنعمل ايه. احنا ممكن نقولك بالبق ان احنا غسلناها بالخل وما نكونش احنا غسلناها. لا، لازم تغسلي الرخامة كويس، او اي حاجة هتفردي عليها. لو كان صينية مثلا او كوانتر عندك او طبلية ايا كان اللي انت هتفردي عليه لازم ايه تغسليه كويس عشان الميكروبات والكلام ده. شايفين العجينة عاملة ازاي معايا يا جماعة تحفة؟ شايفينها بتمط لبانة. شايفين بعد ما ريحتها نص ساعة وكانت حكاية زي ما انت شايفاها زي اللبان. بس لو وصلت معايا لغايه هنا يا ريت تعملي لي لايك حلو بايدك القمر كده وشوفي معايا الطريقه. شوفي معلقه الدقيق عملت ايه معانا في الفطير. بس كده انا بعد ما ريحتها وبوريتكم العجينه مطاطيه ازاي وجميله ازاي. طبعا احنا ايه نضفنا الرخامه بتاعتنا وهناخد شويه زيت من الصينيه زي ما انت شفتي. هنشوف طريقه الفرد يا جماعه، طريقه عبقريه ومميزه جدا ومش هتتعبك خالص في الفرد ولا هتتعب بايديكي. هناخد شوية من الزبدة اللي احنا حضرناها. ممكن تستخدمي سمنة عادي مكان الزبدة وتحطي برضو معلقة الدقيق، مفيش اي مشكلة. هنحط كل 2 مع بعض زي ما انت شايفة كده بالظبط. ادهني شوية زيت وحطي عليهم ايه زي ما احنا فردنا كده الفطيرة.
لسه احنا ما كملناش فرد، انا بعمل لك اول مرحله. بصي سهله ازاي وبسيطه ازاي، والعجينه مريحه معانا. نحط شويه زبده كده، غلفيها كلها زبده، الاحرف كلها كده حطي لها ايه شويه زبده، وهاتي اختها حطيها عليها. شايفين؟ طريقه سهله وبسيطه خالص يا جماعه، وسلسه كده في الشغل. ممكن لو معاكي 100 فطيره هتعمليهم في وقت قياسي، مش هتستغرقي وقت خالص يعني. ده نص كيلو ما خدش معايا حتى، هو يعني فترة التريح بس. الفطير مش متعب خالص يا جماعة، هو مشكلته انك انتي لازم تسيبيه يريح. ولسه هكمل معاكي بقى الفيديو، كملي معايا، بس حطي لايك بايدك القمر يا قمر. بصوا انا هعمل لهم كلهم ايه بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بس كده معانا دي اخر واحدة، هما مش مستغرقوش وقت، طول ما العجينة مريحة معاكي بتشتغلي فطير مشلتت مية مية. هنبدأ اول واحدة، طبعا هنبدأ من اول واحدة احنا ايه حطينا لها الزبدة. بس كده هنفسح لنفسنا مكان على الرخامة وهنفرد. شايفين؟ بصوا هي بتمشي زي السكينة في الحلاوة، حاجة كده بصراحة تحفة وخرافة زي ما انت شايفة معايا. الفطير المشلتت سهل خالص يا جماعة، ومش مغلب يعني، في ناس كتيرة بيفشل معاها، لا. ومش بصوا الطريقة دي احلى حاجة فيها ان هي الفطيرة مش هتتقطع معاكي، لان دول اتنين فوق بعض. شايفين؟ افرديها بايديكي عادي، ما فيش اي مشكلة، وطبقيها بقى عادي زي ما انت شايفة. بس ما تنسيش تحطي زبدة انت وايه كل ما تحطي توريقة. انا هوريكي ايه طريقتين برضو للتطبيق السهلة ليكي، اعمليها. شايفين؟ لازم كده ايه شدي الفطيرة كده علشان تورق معاكي. بصوا اهو، بس كده هنفردها. طبعا انا عاملة نفسي بقلبها، لا هي المفروض من الناحية دي عشان اعرف اطبقها. شايفين؟ بس كده، ونكورها كورة صغيرة ونحطها جنبنا. بس خدت وقت، ما خدناش حتى ثواني. بصوا اهي بتجري على طول. شايفين؟ اهي بايديكي بس اهي شدة بسيطة، عشان الكور معانا صغيرة مش كبيرة. شايفين مورقة ازاي؟ وشايفين الرخامة تحتيها؟ سهلة خالص. اهم حاجة الزبدة طبعا. بصوا دي التطبيقة التانية، وفردي كده ما يهمكيش، طول ما الفطيرة ماشية معاكي في الفرد افردي. ملت الرخامة عادي على الطبلية برضو ما فيش اي مشكلة، هتعملي احلى فطير. بس كده وافرديها بايديكي، دي فردة حلوة وكوريها، وبس كده وخلصت الفطيرة. شايفين سهلة ازاي؟ الجزء ده بقى انا ايه سرعته شوية عشان ما اطولش بس عليكم الفيديو. شايفين اهو؟ ما تنسيش تحطي زبدة كل ايه ما تعملي تطبيقة. سهلة خالص يا جماعة. هنعمل 6 فطاير، لو عملتيهم 20 كورة هتعملي 12 فطيرة على حسب ما انت عايزة. وممكن تعمليهم ايه فطيرتين، ممكن تعملي 4 على حسب ما انت عايزة. ممكن تعمليهم فطيرة واحدة، هتكوريهم برضو 4 كور وتحطيهم فوق بعض وتفردي زي ما انا بفرد كده، بس هيعوزوا مكان ايه واسع شوية يعني زي طبلية او حاجة كده. بس احنا كده خلصنا التطبيقة بتاعتنا. واهم حاجة التريح يا جماعة، زي ما قلت لكم حطيهم كلهم في الصينية اللي هتخبزيهم وسيبيهم يرتاحوا براحتهم. ريحي الفطير، كل ما تريحي الفطير هتاخدي توريقات، لكن لو ما ريحتيش الفطير، الفطير مش هيقب معاكي في الفرن نهائي. يعني اول ما الفطير ما يقبش معاكي اعرفي انه كنت ما ريحتيهوش كويس. بس كده انا معايا زبدة، بحب احط قشطة مع زبدة يا جماعة واحطها على وش الفطير، بصراحة بتديه لون وفي نفس الوقت بتديه ايه طعم، علشان دي زبدة مش زبدة توريق، مش الزبدة الغالية، دي الزبدة اللي هي زي فرن وكريستال. بس كده اهو، واسيبهم يريحوا برضو كده 10 دقايق حتى ادخلهم الفرن. بعد ما تفرديهم لازم تريحوهم 10 دقايق عشان ياخدوا يدوا ايه مع بعض وما يكشوش لما يدخلوا معاك الفرن. بس كده استنوا الجمال والتحفة يا جماعة. شايفين يا جماعة التحفة؟ معلقة دقيق عملنا الفطير المشلتت. شايفين؟ احنا ليه حطيت معلقة الدقيق يا جماعة؟ عشان تمتص اي سوائل لو الزبدة فيها سوائل.
لو سمنة هتقل معاك السمنة، لو عملت سمنة مكان الزبدة هتقل معاك السمنة، وما تخليش السمنة تجري معاكي من الفطيرة. جربيه بالسمنة وهيبقى حكاية. لو عايزين اجربه لكم اكتبولي في الكومنتات وانا اعمله لكم. بس كده، ومعانا مش ومعانا عسل. شايفين يا جماعة؟ تحفة تحفة، فطير مشلتت طري كده ومقرمش. بس بصراحة مش هسمعكم القرمشة عشان كان التلفزيون شغال، فعشان ما يعملوليش حظر ولا اي حاجة. شايفين؟ تحفة طري كده، وشوية القشطة بيخلوا وشه طري لو دهنتيه قشطة بعد ما يطلع برضه. ممكن تدهنيه زبدة او سمنة برضو على حسب ما انت عايشة. شوية زي عسل كده زي ما انت شايفة، شوية جبنة قديمة. شايفين الطراوة دي؟ الطرية دي عشان انا حطيت لها قشطة من فوق. تحفة يا جماعة، والله تحفة. واهم حاجة التسوية للفطير المشلتت، صغير كبير على نار عالية. ما عندكيش فوق وتحت، شغلي تحت لغاية ما يستوي من تحت، وبعد كده شغلي له الشواية، مفيش اي مشكلة. بيتسوى في البوتاجاز يا جماعة زي الفل. انا شفت كومنتات ان هو مش حلو في البوتاجاز، لا بيتعمل حلو زي الفل. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك والدعاء، ياريت تدعولي كده بالتوفيق، ومع السلامة.